لعنة الكهف المهجور في جبال فلسطين. في قرية هادية وسط جبال فلسطين، كانت دايما الناس بتتكلم عن مكان محدش يقرب منه، كهف مهجور على أطراف الجبال. الكهف ده كان معروف باسم كهف الأرواح، وكل اللي بيقرب منه بيرجع بحكايات عن أشباح بتظهر، وأصوات غريبة بتحصل بالليل، وطلاسم غريبة مرسومة على الجدران. الناس اتفقوا إنه مسكون، وإن أي حد يحاول يكتشف سره مش هيرجع زي ما هو. القصة اللي هنحكيها حصلت لشباب من القرية قرروا يتحدوا الأساطير دي، وده كان أسوأ قرار في حياتهم. أبطال القصة قرار الدخول محمود، ياسر، وعلي. كانوا ثلاثة شباب مغامرين من القرية، دايماً بيتكلموا عن إزاي كل اللي بيحصل في الكهف مجرد خرافات قديمة، وإن اللي بيخافوا منه ما يعرفوش أي حاجة عن الحقيقة. في ليلة مظلمة، محمود قال لهم: يا جماعة، إيه رأيكم نروح الكهف ده بكرة ونشوف بنفسنا؟ هنروح ونثبت لكل الناس إن الموضوع فاضي. ياسر كان متردد شوية لكنه قال: ماشي، أنا معاكم، بس مش عايز مشاكل. أما علي فكان من أكثرهم تشجيعاً وقال: يلا بينا، اللي خايف يقعد في البيت. في اليوم التالي، مع غروب الشمس، انطلقوا للشلالات القريبة من الكهف. الجو كان هادي بشكل غريب، وكأن الأرض نفسها بتحذرهم. الطريق كان مليان صخور وحشائش عالية، وكل خطوة كانت بتخلي قلوبهم تدق أسرع. الوصول إلى الكهف، البداية المخيفة لما وصلوا عند الكهف، وقفوا شوية يتأملوا المدخل. كان عبارة عن فتحة كبيرة، جوانبها مليانة شقوق غريبة، وكأنها مخالب محفورة في الحجر. من أول لحظة دخلوا فيها، حسوا بهواء بارد جدا طالع من جوه، رغم إن الجو بره كان دافي. الكهف كان مظلم لدرجة إنهم بالكاد شايفين قدامهم بالكشافات. أول حاجة لاحظوها لما دخلوا كانت الطلاسم المرعبة المرسومة على الجدران، رموز غريبة بألوان قديمة، كلمات مش مفهومة مرسومة بالحجر، كأن حد كان هنا بيعمل طقوس سحرية من زمان. ياسر قال بصوت مهزوز: إيه الرموز دي؟ ما أعتقدش إنها حاجة عادية. محمود ضحك وقال: دي رسومات أطفال يا راجل، خلينا نكمل. كل خطوة كانوا بياخدوها جوه الكهف كانت بتزود الإحساس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. الأصوات اللي كانوا بيسمعوها في الأول كانت مجرد صدى لأقدامهم، لكن بعد شوية بدأوا يسمعوا حاجة تانية، همسات جاية من بعيد، كأن حد بيتكلم معاهم من جوه الحجر نفسه. أول ظهور للروح فجأة حس عليه بلمسة على كتفه، لف بسرعة لكنه ملقاش حد وراهم. يا جماعة، في حاجة لمستني، قالها وهو بيحاول يظهر إنه مش خايف، لكن صوته كان واضح إنه مرعوب. محمود حاول يهديهم وقال: مفيش حد هنا، بس إحنا، دي أوهام. لكن الحقيقة، المكان مش كان مجرد كهف مهجور. فجأة، لمبة الكشاف بتاع محمود بدأت تضعف، والضوء بقي أحمر غريب. الجدران بقت زي ما تكون بتتحرك، والهمسات اللي كانوا سامعينها بقت أقوى، كأن حد بيهمس في ودنهم كلمات بلغة قديمة. ياسر قال بفزع: إحنا لازم نطلع دلوقتي. وأثناء محاولتهم الهروب، ظهرت أول روح قدامهم. كان خيال أسود طويل، ملامحه مش واضحة، بس عيونه كانت بتلمع بلون أحمر زي النار. كلهم وقفوا متجمدين مكانهم، وكأن في قوة غريبة منعتهم من التحرك. الروح بدأت تقترب ببطء، وكل ما تقرب الجو يبقى أبرد وأكتر رعباً. الهروب من الكهف، محمود اللي كان دايماً متحدي قرر إنه لازم يتحرك. بصعوبة قدر يتحرك واتجه ناحية المدخل، بس الباب اللي دخلوا منه كانت قافل. الكهف نفسه كأنه كان بيحبسهم. علي بدأ يقرأ بعض الآيات الدينية بصوت عالي، والروح اللي كانت بتقرب منهم بدأت تبعد شوية، لكن ما اختفتش. في اللحظة دي، الكشافات كلها انطفأت، وبقوا في ظلام دامس. الهمسات بقت صراخ، والخيالات حوالين الجدران بدأت تتحرك بسرعة، كأنهم محاصرين من كل ناحية. السر المدفون فجأة، الأرض تحتهم بدأت تهتز، واتفتحت فجوة صغيرة في الأرض. ياسر بص وقال: في حاجة هنا، صندوق مدفون تحت الأرض. بدأوا يحفروا بسرعة، ولقوا صندوق قديم جدا، مصنوع من خشب باين عليه إنه مكسور جزئياً، وكأنه متفتح قبل كده. لما فتحوا الصندوق، لقوا جوه تميمة غريبة جدا، كانت مصنوعة من حجر أسود محفور عليه نفس الرموز اللي كانت على جدران الكهف. محمود مسكها وقال: دي السبب، لازم نحطمها. فجأة، الروح اللي كانت بتطاردهم وقفت على بعد متر منهم، كانت مرعبة أكتر من أي مرة ظهرت فيها. بصت لهم وكأنها بتحذرهم من اللي هيعملوه، لكن علي بحماس وخوف في نفس الوقت ضرب التميمة بالحجر اللي كان في إيده. في اللحظة دي، الكهف كله اهتز بقوة، كأنهم فجروا حاجة كبيرة. الروح صرخت بصوت مرعب، والخيالات اللي حوالين الجدران اختفت، والكهف رجع هادي تماماً.
النهاية الغامضة بعد اللي حصل، الكهف بقى ساكن وأصوات الهمس اختفت تماماً. الشباب خرجوا من الكهف بسرعة وكلهم كانوا في حالة رعب وتوتر. لكن الأغرب كان بعد ما خرجوا، لما رجعوا القرية كل واحد فيهم بدأ يشوف كوابيس عن الروح دي. محمود كان بيصحى كل ليلة وهو بيشوف الروح واقفة عند باب أوضته وبقت تلاحقه في كل مكان يروحه. علي بدأ يسمع الهمسات دي حتى وهو في بيته، وأحياناً كانت بتجيله رؤى عن اللي حصل في الكهف. أما ياسر فقرر يسيب القرية تماماً وقال إنه مش هيقدر يعيش هناك تاني. لحد النهاردة الناس في القرية بتتكلم عن الكهف المهجور، لكن محدش بقى يقرب منه. والتميمة اللي حطموها الناس بتقول إنها لسه موجودة في مكان ما جوه الكهف، واللي يقرب منها بيدفع الثمن. تفتكر أنت تقدر تتحمل الرعب وتزور الكهف ده، ولا هتكتفي بالحكايات اللي بتتقال؟ تمام، جهز نفسك لأن اللي جاي هيكمل الحكاية بشكل أخطر، والرعب هيزيد بطريقة ما تخطرش على بالك. هنكمل بعمق أكتر ونكتشف أسرار الكهف المهجور، العودة إلى الكابوس بعد اللي حصل في الكهف. حياة محمود، علي وياسر ما بقتش زي الأول أبداً. رغم إنهم خرجوا من الكهف على إيد الحياة، إلا إنهم ما خرجوش سالمين. كل ليلة الكوابيس كانت بتزيد، والأصوات المرعبة بقت مش بس في النوم، دي بقت جزء من حياتهم اليومية. علي كان أكتر واحد متدين فيهم، وكان دايماً بيحاول يقاوم اللعنة بالأدعية والقرآن. كان بيقرأ على نفسه كل يوم، لكن حتى مع كل ده كان حاسس إن في حاجة بتطارده. مرة وهو قاعد في بيته سمع صوت همسة جاي من ورا ظهره. لما لف شاف لمحة سريعة من الخيال الأسود اللي ظهر في الكهف. الصوت كان بيهمس بكلمة واحدة بس: راجع. محمود اللي كان دايماً متحدي بقى ينعزل أكتر وأكتر. كل يوم كان بيسمع صوت نفس الروح اللي ظهرت لهم، وبدأ يجيله إحساس إن حد بيمشي وراه. لما كان بيبص وراه مفيش حاجة، لكن في يوم وهو ماشي لوحده في الشارع بالليل شاف خيال الروح مرة تانية واقف بعيد عن الأنظار. من ساعتها اتأكد إن اللعنة دي مش هتخلص بسهولة. أما ياسر اللي كان فاكر إنه ممكن يهرب بترك القرية ملقاش أمان بره. ساب القرية وسافر، لكنه فضل يشوف الكوابيس في أي مكان يروحه. في ليلة معينة وهو في بيت قريبه في مدينة تانية صحي على صوت نفس الهمسات المرعبة: أنت مش هتهرب. كانت الروح بتطارده حتى وهو بعيد عن الكهف. اكتشاف السر الأكبر، الشباب قرروا يجتمعوا مرة تانية بعد ما اتأكدوا إن اللعنة دي مربوطة بحاجة حصلت في الكهف. علي قال لهم: التميمة اللي حطمناها هي المفتاح لكل ده، لكن باين إن في حاجة تانية لازم نعرفها. أنا سمعت عن راجل كبير في السن في القرية كان بيحكي إنه عارف سر الكهف ده، اسمه الشيخ سليمان. لازم نروح له. راحوا للشيخ سليمان اللي كان معروف في القرية بحكمته ومعرفته القديمة بالأساطير والأرواح. الشيخ سمع منهم الحكاية كلها وقعد ساكت شوية قبل ما يقول: اللي واجهتوه ده مش روح عادية. الشيخ مرعب هو اللي استدعى الروح دي، وكانت مربوطة بالتميمة اللي لقيتوها. لكن في حاجة أكبر، الروح دي كانت مجرد بوابة لحاجة أخطر مخفية جوه الكهف. الشباب بصوا لبعض بخوف، ومحمود قال: إيه الحاجة الأكبر دي؟ الشيخ سليمان كمل كلامه: في طائفة قديمة كانت بتستخدم الكهف ده في طقوس سحرية، استدعوا أرواح شريرة وخلوا المكان ملعون. اللعنة دي مش هتتحل إلا لو رجعتوا للكهف ودورتوا على التميمة الأصلية، مش اللي لقيتوها. التميمة اللي لقيتوها كانت مجرد حارس، لكن الأصلية مدفونة أعمق، وهي اللي بتسيطر على الروح دي. القرار الخطير، العودة للكهف بالرغم من الخوف اللي كان بيكبر جواهم. قرروا إنهم لازم يرجعوا للكهف مرة تانية. الليلة دي كانت مختلفة، لأنهم كانوا عارفين إن حياتهم على المحك. لازم يكسروا اللعنة قبل ما تتحكم فيهم أكتر. رجعوا للكهف ومعاهم الشيخ سليمان اللي كان جايب معاه أدوات روحانية تساعدهم في مواجهة الأرواح. لما وصلوا عند مدخل الكهف كان الجو بارد أكتر من المرة اللي فاتت، كأن المكان نفسه عارف إنهم جايين عشان ينهوا سره. الشيخ سليمان بدأ يقول الأدعية بصوت عالي، والشباب دخلوا ورا منه بحذر. الغوص في أعماق الكهف دخلوا أعمق من المرة الأولى. المكان كان مليان نفس الرموز والتلاسم، بس المرة دي الرموز كانت بتنور بلون أحمر مع كل خطوة بياخدوها، كأن الكهف بيحذرهم من اللي جاي. وصلوا لنقطة معينة في الكهف، المكان اللي كان مدفون فيه الصندوق القديم. بس الشيخ سليمان قال لهم: لسه ما وصلناش للنهاية، في ممر تاني أعمق في الكهف محدش عارف عنه.
بدأوا يحفروا في الأرض، وبعد شوية لقوا ممر ضيق بيوصل لقبو صغير تحت الأرض. القبو كان مليان بتماثيل حجرية غريبة وأعشاب مجففة، وكل حاجة فيه كانت بتنطق بالسحر الأسود. وفي نص القبو لقوا التميمة الأصلية، كانت أكبر وأثقل من التانية، ومحفور عليها نفس الرموز، بس كانت محاطة بهالة مظلمة. الشيخ سليمان قال ده هو المفتاح اللي بيسيطر على الروح، كسره هيحرر الكهف من اللعنة. بس خلي بالكوا، هجوم الروح هيكون أخطر دلوقتي. المواجهة الأخيرة مع الروح في اللحظة اللي مسكوا فيها التميمة، الأرض اهتزت بعنف، والظلام حوالين القبو بقى أعمق. الروح ظهرت تاني، لكن المرة دي كانت في أكتر أشكالها رعبًا. شكلها بقى واضح أكتر، جسمها طويل بشكل غير طبيعي، وعينيها الحمرا كانوا بيلمعوا بغضب لا يوصف. الشيخ سليمان بدأ يقرأ الأدعية بأعلى صوت، والشباب كلهم كانوا واقفين في مواجهة الروح اللي كانت بتحاول تهجم عليهم بكل قوتها. الهواء بقى تقيل، والصراخ اللي كانوا سامعينه كان مرعب. محمود مسك التميمة بكل قوته وقرر إنه لازم يكسرها. في اللحظة اللي كسر فيها التميمة، حصل انفجار نور قوي غطى الكهف كله. الروح صرخت بصوت مرعب، وكل الجدران اللي حوالين القبو بدأت تنهار. الشباب جريوا بسرعة بره القبو قبل ما الكهف ينهار بالكامل. النهاية، التحرر من اللعنة. بعد ما خرجوا من الكهف، الدنيا رجعت هادية، الأصوات اختفت، والأرواح اللي كانت بتطاردهم بقت مجرد ذكرى. اللعنة اللي كانت محبوسة في الكهف اتحررت، وأخطر تميمة سحرية في الكهف اتحطمت. الشباب رجعوا للقرية، لكن حياتهم ما بقتش زي الأول. بالرغم من إنهم تحرروا من اللعنة، إلا إن اللي شافوه في الكهف فضل محفور في ذاكرتهم للأبد. والكهف بقى مكان محدش يقرب منه، واللي بيسمع عنه بيفضل يحكي قصص عن اللعنة اللي كانت تقضي عليهم. تفتكر بعد كل ده، هل اللعنة فعلا انتهت؟ ولا في جزء منها لسه محبوس جوه الكهف مستني ضحية جديدة